منتخب المغرب يصنف من ضمن الثمان منتخبات المرشحة لبطولة كأس العالم لإحرازها. فمنتخب المغرب راح يكون عبء كبير على أي منتخب يواجهه مهما كان تصنيفه، إن كان هولندا، كان السويد، كان فرنسا. ومنتخب المغرب هذا ليس وليد الصدفة، يعني هذا شفناه في البطولة السابقة وشفناه حاليا. لأن أستاذ عبد الله، شوف المنتخب المغربي حتى مع الغيابات ما تحس إنه في نقص في اللاعبين، لأن المنتخب المغربي ميزته أنه يلعب كمنظومة جماعية. نعم. صحيح الحلول الفردية موجودة، حتى مع تغيير المدرب لاحظنا أن المنظومة الجماعية هي اللي فارقة مع المنتخب المغربي. غاب لاعب، غاب لاعبين، جبت لاعب من الدكة حطيته في المنتخب ما تحس أنه بديل. تحس كأنه 11 لاعب متجانسين مع بعض، صار لهم 4 سنوات ومكملين على نفس المشوار. وهذه ميزة تحسب أول شيء للاتحاد المغربي. ثاني شيء للمدرب اللي يمسك في منتخب المغرب، انه ما يغير كثير، بالعكس يعني يفرض الاسلوب اللي يتناسب مع امكانيات اللاعبين. وهذا اللي شايفينه منتخب المغرب حاليا من المرشحين للبطوله. من المرشحين قادر. هو المنتخب العربي الوحيد اللي انا اصنفه يكون ينافس على بطوله كاس العالم ويقدر انه يوصل حتى للمباراه النهائيه. نيجي حتى في كاس العالم ونتامل اداء منتخب المغرب، وكل الناس لما تيجي تتكلم عن تفوق مصر والمغرب ووجود مصر والمغرب وان مصر والمغرب الاكثر اداء وتميزا، لكن الحقيقه الامر مختلف. المغرب منظومه رياضيه متكامله منضبطه قادره على انك انت تكشف بوضوح الى اي حد هي لها جذور ولها خطه ولها مشروع بين المستويات السنيه. المغرب تنتصر وتكسب بطولات العالم في الشباب وفي الناشئين وفي المراحل السنيه، ومن ثم تستطيع أن تقول أنها مراحل منظمة وخطوات منتظمة تصل بها إلى ما نراه في منتخب المغرب، خصوصا في أداء منتخب المغرب. وإحنا بنرى كل اللاعبين تقريبا محترفين في أوروبا، ومن ثم المغرب وتجربة المغرب تكاد لا تكون تنتمي إلى التجربة العربية أو التجربة الإفريقية، وإنها أفضل ما يمكن أن تكون إنها جوه المدرسة الأوروبية. لما تروح لافريقيا والمنتخبات العربيه تجد مصر في ادائها، اللي انا بقول انه ليه كان في فرحه عارمه وجارمه ايضا في هذا المستوى الذي قدمه المنتخب المصري، لانه حسام حسن مديرنا الفني بيحقق انتصار وبيحقق تفوق وسط منظومة كروية مصرية تعاني من الفوضى والعشوائية تماما، لا يمكن مقارنتها بالمنظومة الرياضية في المغرب. فمن ثم لما يكون عندك منظومة عشوائية وفوضوية تنتج مجموعة من اللاعبين قادرين على أن يعزفوا لحنا عظيما بقيادة مايسترو زي حسام حسن ويقدموا هذه الحالة الكروية في كأس العالم باسم مصر وبراية مصر، هذه أمر يعني يستحق هذه الفرحة الشديدة الكبيرة، خصوصا لما أقول لك انه احنا بنتكلم على لاعبين حتى مثلا من ضمن لاعبي منتخب مصر الذين نتبارى بهم هذه الدوره وبنقول انه قدموا واثبتوا نجوميتهم. يعني لاعب زي زيكو الذي احرز هدفا مهما في مباراه نيوزيلندا عمره 29 سنه، اللي هو بيلعب لاول مره. مهند لاشين بيلعب لاول مره في منتخب مصر عمره 30 سنه يعني، واحمد سيد زيزو عمره 30 سنه. يعني حتى الوجوه الجديدة اللي ضمها حسام حسن ومشاركة في المنتخب هي عند مرحلة سنية تقول لك انه مفيش منظومة رياضية في مصر حقيقية قدمت هؤلاء اللاعبين في سن أبكر وتستطيع أن تنجز بهم في مراحل سنية أكثر يعني شبابا من هذا. إذن إحنا أمام مشهد كما العالم كله، مصر تحتفل بفوزها كما العالم كله. يمكن أن تذهب بعيدا في البطولة ويمكن أن لا تذهب بعيدا، لكن في المحصلة هي استطاعت أن تقدم مصر من خلال أدائها الكروي هذه اللحظة الرائعة والمبهجة للشعب المصري، وهذه اللحظة التي جعلت من يعني مباراة كرة قدم موضعا للاجتماع وللتوحد والاتحاد وتضامن المشاعر. شيء رائع وجميل، خصوصا لما تلاقيه صدى العربي، لانه حقيقة الامر رد فعل كل